يعني هما بيقولوا لك عايزين يضربوا السد العالي ويغرقوك، وانت عادي بتستهلك منتجاتهم ومش عايز تقاطعها؟ ما هو لما يبقى في تقرير عن رويترز ان شركه زي ماكدونالدز ابتدت مبيعاتها ترجع ترتفع تاني في الشرق الاوسط بسبب ضعف موجه المقاطعه، لازم نبتدي نراجع نفسنا. هو احنا اصلا كنا بنقاطع ليه؟ ما هو انت لو كنت بتقاطع نصره للقضيه الفلسطينيه ونصره لاخواتنا في غزه، فالوضع زي ما هو ويمكن اسوأ كمان. لسه قصف شغال ولسه الناس قاعده بتستشهد، والضغط رهيب على مصر والاردن ان هم يهجروا الفلسطينيين ليها. اما لو كنت بتقاطع علشان الصناعه الوطنيه مثلا، فهي ما زالت محتاجه مساعدتك. لكن لو ما كنتش بتقاطع خالص، فالناس بتقولك ان هم عايزين يغرقوك. ومن كام يوم بيقول لك مش عارف حامله طائرات امريكيه خبطت مركبه تجاريه قدام بورسعيد. حاجات كده ما بتحصلش صدفه وما بتحصلش هزار، تهديدات غير مباشره من الاخر، وانت برضه مش عايز تقاطعهم. ما هو انت لو مش مع غزه ولا مع مصر، انا مش عارف انت تبقى مين.